عندنا 3 نقط ضعف في الفرقة اسمهم مارتن اوديجارد، اسمهم جابرييل مارتينيلي، اسمهم زوباميندي. انا بشوف ان الثلاثة دول نقط ضعف في الفرقة، ولازم يعني ارتيتا ياخد باله وياخد قرارات ان ما ينفعش الثلاثة دول. يعني يا سيدي لو عايز تلعبهم ما ينفعش يلعبوا كل ماتش على الاقل. ما ينفعش على الاقل، يعني على الاقل ما يلعبوش كل ماتش. مارتينيلي نزله كبديل، اوديجارد لعبه ماتش ماتشين لا ماتش زوباميندي حاول في الماتشات القويه اللي بره ارضنا دي لاعب ميرينو مكانه، لعيب فيزيكال اكتر على الاقل طويل يفيد اكتر في الالتحامات. لاعب نورجارد يا سيدي رقم 6، اعمل اي منظر. انما زوباميندي ما ينفعش يلعب كل الماتشات، وبالذات الماتشات اللي هي من النوع ده، اللي هي لو بتلعب ايفرتون في ايفرتون، لو بتلعب ساندرلاند في ساندرلاند، تشيلسي في تشيلسي. كل دي ماتشات على فكره زوباميندي لعب وحش فيها. كل دي ماتشات زوباميندي لعب وحش فيها. زوباميندي ما لعبش، يعني الماتشات اللي لعب كويس فيها او اللي الناس بتزعم انه لعب ماتش خرافي فيها كانت الماتشات السهله اللي على ارضك، لو بتلعب ليدز، لو بتلعب مش عارف نوتنجهام، لو بتلعب بيرلي، ايا كان. بس زوباميندي في الماتشات الفيزيكال العاليه دي ما ينفعش ان هو يلعبها، وما ينفعش ان هو يبداها. مارتن اوديجارد حدث ولا حرج طبعا. مارتن اوديجارد النهارده في كوره اسهل من السهوله، اسهل اسيست اسهل من السهوله. اي لعيب في الدوري المصري يقدر ان هو يدي الكوره ليوكريس صح، لعبها له باص يعني تقيل وطويل وموت الهجمه وحاجه. يعني ده ازاي البلاي ميكر او رقم العشرة اللي انت هتاخد بيه الدوري؟ تخيلوا ده لو كان شرقي في مانشستر سيتي كان اداها ليوكريس ازاي. تخيلوا ده لو كان فودن، تخيلوا ده لو كان دي بروين زمان، تخيلوا ده اي حد غير مارتن اوديجارد كان هيدي الباصه دي ليوكريس مظبوط. يوكريس هيروح واحد على واحد على بيكفورد، يشوف بقى هنعمل ايه ساعتها. بس يعني ليه مديها له طويله كده؟ طب انت يا سيدي ما تبصيش، انت كان قدامك اوبشن تديها على الشمال وكان قدامك اوبشن تشوط انت. بس انت طبعا علشان جبان وعلشان بتحب تستخبى في الملعب قررت ان انت مش عايز تشوط. تمام، بصيها بقى للواد صح، يعني بصيها للواد صح. يعني مش ممكن برضو يعني احنا لازم نتعلم ان احنا المواسم اللي فاتت لما ما عالجناش نقط الضعف خسرنا البطوله والدوري راح وما بناخدش اي حاجه وبنطلع بالمولد من المولد بلا حمص. لازم النقط دي تتعالج. المشكله ان الاستاذ والاخ ايزي برضو بيقدم مستويات مش كويسه قوي، فانا برضو على الاقل يعني انا لو بفكر انا بحط نفسي مكان ارتيتا، على الاقل اوديجارد بيضغط بيعمل سبرنتات بيحاول ان هو يعمل اي منظر. ايزي لا يعني مش من ساعه ما جه مش عارف يعني كورته مالها، وما بيضغطش فوق كل ده وما بيجريش، والبودي لانجوج بتاعته وحشه جدا، ولغه يعني دايما على طول تحسه ريلاكس وتشيل في الملعب كده. على الاقل الواد اوديجارد بيقعد يجري زي القطر في الملعب، ولكن مش ممكن يعني انت البلاي ميكر. كوره هتجيلك ايه تاني اسهل من دي؟ يعني هنروح فين تاني ككوره اسهل من دي تديها